الكوميديا اللي مقدمه في الفيلم مش كوميديا صارخه، لكنها بتخلي الواحد قاعد سعيد الى النهايه، بيقعد يفكر في الفيلم كتير، ممكن يعيد حساباته، ممكن اي بني ادم يشوف نفسه في بعض الشخصيات اللي موجوده في الفيلم، وبيشوف نفسه ازاي السوشيال ميديا بتأثر عليه وبتضيع له وقته، زي فيديوهات وآراء للناس ممكن تهدم بيوت. فالفيلم على قد الواقعية والرعب التكنولوجي اللي مقدم بيه، لكن الفيلم مقدم بالشكل كوميدي. حاجه عجبتني في الكوميديا اللي متقدمه في الفيلم هي الكوميديا اللي بيقدمها كريم عبد العزيز مع كريم محمود عبد العزيز، وامامهم الكوميديا اللي بيقدمها محمد عبد الرحمن بالاسلوب الكوميدي اللي هو بيقدمه. عرفتش اضحك على الكوميديا اللي بيقدمها محمد عبد الرحمن قصاد الكوميديا اللي بتتقدم في الفيلم كله. معناه ان مش لازم الفيلم اللي انت بتبقى عايز تضحك ومبسوط يبقى لازم الكوميديا صارخه، الكوميديا المبتذله المبالغ فيها، في حين ان انت ممكن تضحك وتبقى مبسوط من كوميديا راقيه. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟